السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم ان شاء الله غنحضر معكم حلوه زمان كتجي زوينه وهشيشه. نبداو على بركه الله. نبداو في المقادير. هنا كنحتاج واحد ربعه ديال الزبده، اي ماركه ديال الزبده بغيتو، اي متوفره. هنا كنحتاج كاس ونصف ديال السنيده. كنضيف عليهم جوج تاع البيضات، قبيصه تاع الملح، كاس ديال الزيت. نخلط هذا الشيء مزيان كيف ما غتشوفوا معايا حتى يندمجوا ليا مزيان. من بعد في حراره المطبخ، البيض والزبده يكونوا في حراره المطبخ. من بعد نضيف كاس ديال الجنجلان يكون محمراه، وكاس ديال الكاوكاو حتى هو محمراه شويه ومديراه مفسخاه، مخليه فيه غير شويه ديال القشور صافي. وهنا عندي كاس ديال الزبيب. انا هنا راه ما عنديش عامر الزبيب، داكشي اللي متوفر عندي راني درتو. نخلط هادشي مزيان صافي، وغنبدا نضيف الدقيق بشوي بشوي. وغنضيف كيس ونصف ديال خماره ونص كنحتاج صافي. ومن تما غنبدا نضيف في الدقيق بشوي بشوي حتى تجمع ليا العجينه، كل واحد على حسب الدقيق الكميه اللي، حيت كاين الدقيق اللي يشرب وكاين الدقيق اللي ما كيشربش. نبقى غاديه بحال هكا حتى تجمع ليا كيف ما غتشوفوا معايا. راه كتجي زوينه وهشيشه، وكتجي فيها داك الجنجلان والزبيب والكاوكاو، راه كتجي معلكه، كتجي غزاله البنات. صافي كيف ما تشوفوا معايا ها هي جمعت العجينه، غتجي على هذا الشكل. دابا غناخذ المرشم كيف ما كان اخذت هذا ديال الورده صافي، وغتبداو تكوروا وتحطوا ضروري واحد الطبيصيل فيه الدقيق باش تغطسوا فيه المرشم. كل ما كورتوا واحد الوحيده ولا شنو ضروري تغطسوا في الدقيق باش ما تشدش ليكم، ما تلصقش ليكم في المرشم. نبقاو غادي بهذاك نديرو في المرشم في الدقيق، نكور واحد الكويرات ندير المرشم في الدقيق ورشم صافي. نبقى غادي على هذيك الطريقه حتى نكمل اللاطه ديالي كيف ما غتشوفوا معايا. من نكمل اللاطه ندخلها للفران، نشعل عليها من التحت حتى طيب كيف ما كتشوفوا راه كطيب دغيا. من بعد ندير واحد السكر كلاصي ونبدا نمرمدها كيف ما كتشوفوا ونسوس، ونبقى غاديه بها هكاك حتى كنكملها ونقدمها لكم بالصحه والعافيه وطولة العمر. ومبروك عواشركم، وكنتمنىكم تدعموني وتشجعوني، وكنتمنى لكم الله ييسر لكم ويوفقكم.